الحلاوه اللي انت شايفها قصادك ديت معموله بالوان اكريليك بس. كل اللي حصل ان اتصب الوان اكريليك بطريقه معينه فطلع لنا اللوحه الجميله دي. مش بس كده، بص كده على اللوحه دي، عايزك تبص على التفاصيل الجميله الجباره. اللمعه اللي انت شايفها قصادك ديت ده مش لون لسه ما نشفش، لا ده لون ناشف. اللوحه دي كلها ناشفه وما عليهاش ريزن. وشايف حلاوه القطعه عامله ازاي. اللي بيساعدك في اي لوحه انت بتعملها تحديدا الاكريليك بورنج هي الالوان. لو الالوان بتاعتك ما فيهاش اللمعه ديت، ما فيهاش الجوده دي، انت مش هتقدر توصل للوحه شكلها جميل حتى لو عاملها بتكنيك حلو. الا ان في الاخر جوده الالوان وحلاوتها هي اللي بتخليك توصل للوحه شكلها جميل ومتناسق تحب تقعد تبص عليها. ما بالك بقى لو اديت لها طبقه ريزن، طبقه ريزن بتلمع على الوان بتلمع، هيخلي لوحتك مبهره جدا جدا حتى لو انت مبتدئ. فكل اللي انا عايز انصحك بيه ان انت قبل ما تشتغل اكريليك بورنج فكر في الالوان الاكريليك اللي انت تشتغل بيها اكريليك بورنج عشان اللوحه بتاعتك تطلع صح، حلوه، جميله، سهله. فانت بكل بساطه هتخش على الواتساب اللي انا سيبه لك هنا وتقول لنا استفسارك وهنجاوبك في اسرع وقت.